لا لا لا، الواحد جاله صداع، والله العظيم جالي صداع 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 صداع. رسميا رحيل نبيل عماد دونجا عن نادي الزمالك. انت متخيل؟ رسميا رحيل نبيل عماد دونجا عن نادي الزمالك في الوقت ده. انت متخيل الفكرة؟ ان الزمالك موقوف قيد. لا ده مش موقوف قيد واحد، موقوفين 11 فترة، 11 قيد ايقاف لنادي الزمالك. ورحيل نبيل عماد دونجا للنجم السعودي. انا مش عارف اقول ايه، بجد مش عارف اقول ايه. احنا مش مكتوب لنا نفرح اصلا. يعني انت تكسب المصري امبارح وتتصدر مجموعتك وتقول الحمد لله وتشكر ربنا ان انت بالسكواد القليل ده اتصدرت مجموعتك. ادارة الزمالك تسكت؟ لا يا باشا، بيع دونجا. هيجيب $1,000,000 نحطهم في جيوبنا كالعادة، ما بنعملش بيهم حاجة. ما احنا بعنا ناصر ماهر عشان نحط الفلوس في جيوبنا برضو. بس ناصر ماهر على الأقل انت عندك واحد مكانه واتنين، عندك عبد الله السعيد واحمد حمدي مكانه. انما نبيل عماد دونجا عندك اتنين بس دول مستشفيات، احمد ربيع ومحمود جهاد. الاتنين دول من ساعة ما جم انت ما شفتهمش. من ساعه ما جم ما لعبوش تقريبا غير ماتش ولا ماتشين، الاتنين على بعض ما لعبوش غير ماتش ولا ماتشين، بقالهم بتاع سنه على الاقل، ولا سنه ونص، سنتين كمان ما لعبوش غير ماتشين. فانت ما عندكش بديل لدونجا، عندكش بديل لمركز ستة. مفيش حد يلعب في الحته دي، ومفيش حد زي دونجا. فانت تمشي لي دونجا في الوقت ده، في الوقت ده اللي انت خلاص انت متصدر مجموعتك في الكونفدراليه وبتنافس على الدوري، وموقوف قيد ومفيش فلوس ومفيش لعيبه. فتطفش اللعيبه اللي عندك. الاداره دي تقريبا هتمشي، وهي متاكده ان هي هتمشي، بس هي عايزه تمشي باستفاده، عايزه تاخد فلوس من النادي وتستفيد اكبر استفاده قبل ما تمشي. انا فاهم الدماغ دي، والله العظيم فاهمها. بس كل ده على حسابنا، كل ده على حساب جمهور الزمالك. جمهور الزمالك اللي كان مقاطع ماتشات الزمالك ما بيتفرجش عليها، حاول يرجع تاني ويبقى في ظهر النادي ويقف ويشجع ويتفرج. لكن اللي انتوا بتعملوه ده، انتوا عايزيننا نبطل نشجع. والله العظيم عايزيننا نبطل نشجع، عايزين تموتوا الزمالك. انتوا كده بتنهوا الزمالك. انا بجد مش فاهم او مش مستوعب ازاي تمشي لي لاعب مهم. نبيل عماد دونجا لاعب مهم جدا. هو انت عندك حد ستة زيه؟ انت عندك حد في مركز ستة زيه؟ عندك حد غيره اصلا؟ عندك اتنين مستشفيات بقالهم سنتين ما بيلعبوش، احمد ربيع ومحمود جهاد. فانا اعتمد على مين حضرتك؟ انا بلعب بناشئين، انا الفرقة كلها ناشئين عندي. لما انت بقى تبيع لي نبيل عماد دونجا، انا اعمل ايه؟ انا كجمهور اعمل ايه؟ هو اي تخلف يا جدعان وخلاص؟ بجد اي تخلف؟ لا لا لا، الواحد جاله صداع، والله العظيم جالي صداع. وإدارة الزمالك عملت لي هسهس في دماغي، خلاص عملت لي هسهس في دماغي والله العظيم. اقسم بالله الوضع من أسوأ لأسوأ في نادي الزمالك بسبب الإدارة دي. والله العظيم الإدارة دي هي اللي موديانا في داهية.